السلام عليكم أحبائي، كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بخير. برحب فيكم لما كنتوا عم تتابعوني، وأهلا وسهلا فيكم بقناتي فتافيت غدا جبؤجي. لو أول مرة عم تشوفوا فيديوهات اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل شي جديد. وإذا عجبكم الفيديو فضلا وليس أمرا لا تنسوا اللايك لدعم القناة. اليوم حبيت شارككم بفطورنا بآخر يوم رمضان. كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم بالصحة والعافية. فما حبيت أطبخ وعملت هاي البيتزا. تابعوا المقادير معي مع بعض. هلأ رح أعمل العجينة. حطيت كوبين طحين، بأي كوب بدك إياه بس بتكملي فيه. معلقتين سكر، معلقتين خميرة، ورح أضيف كاستين مي فاترة ما تكون سخنة، وبحرك وبغطي العجينة وبرجع لها بعد ربع ساعة. هاي تخمير مرحلة أولى. رح أعمل صلصة البيتزا. أنا بفرمون على الفرامة لحتى ينفرم معي كتير ناعم بهالطريقة، وما بقشر البندورة. حطيت تقريبا كيلو بندورة. جربوا طريقتي صبايا، عن جد كتير كتير رح تعجبكن. شوفوا شلون صارت معي ناعمة. بكمل كل الكيلو بهالطريقة. هيك خلص معي. هلأ جبت طنجرة، حطيت فيها شوية زيت مازولا، وممكن تحطي زيت زيتون كمان كتير بيطلع طيب. بصلة صغيرة ناعمة فرمتها ناعم. رح اخليها لتدبل شوي، بعدها بضيف البندورة. هون دبلت وضفت البندورة. رح اخليها لتعقد. برجع للعجينة تبعيتي. شوفوا شلون تخمرت، بس ضاعف هيك شوي حجمها وطلع فوقها هيك هدول الفقافيق، معناتها العجينة شغالة. هون بنكمل. اذا ما طلع هالشي ما تكملوا ابدا، معناتها الخميرة ابدا مو منيحة. رح اضيف 3 كاسات ونص طحين، 3 ونص. وراح اضيف فنجان زيت مازولا ومعلقة ملح. هلا حطيت الملح وراح اضيف الزيت مازولا. راح اضيف معلقتين حليب بودرة، تعطي كتير طعم طيب للعجينة. احرك هيك، بعدها بعجن في ايدي. ممكن احتاج رشة طحين وممكن ما احتاج. كل الطحين حسب قديش بياخد سوائل، بيختلف عن التاني. هون احتجت رشة بايدي، حطيت وبس. كتير سهلة وكتير روعة، وبتصير لجميع المعجنات حتى للسينابون. راح احط زيت وادهن العجينة كمان شوية زيت لحتى ما تلزق، واغطيها واخليها لتختمر. ممكن تاخد ساعة، ممكن اكتر، حسب كل وحدة الجو اللي عندها.
غطيتها بنايله هيك أضمن لحتى ما يدخل هوا. هون نشفت معي البندورة، خلطة البيتزا الصلصة. رح أضيف سن توم واحد، ما بكتر توم، ومعلقة مية بندورة، وممكن تستبدليها 3 معالق كاتشب، وملح. الملح حسب الرغبة، انتي دوقي. وأوريجانو هذا أساسي بالوصفة، هو بجيب طعمة الصلصة، بجيب طعمة البيتزا. وبحرك وما بحط لها أي إضافات، بس هيك. في عالم بحطوا دبس فليفلة، فليفلة حمرا، زيتون، في كتير عالم، بس أنا بحب أعملها بهالطريقة. بس زيدوا شوية كاتشب تطلع روعة. وهيك خلصت معي وطفيت. شوفوا هالعجينة، شوفوا قديش رائعة، والتخمير روعة، والطعمة أروع. بس جربتوها بتعرفوا. هلا رح أدهن الصينية وأبدأ أعمل راس البيتزا. روعة. أخذت معي 1.25 ساعة تخمير. برش طحين، وراح أعمل قرص البيتزا بهالشكل. هلا راح أقصه هيك مدور، لحتى يعطيني شكل حلو. وراح شيله بهالطريقة لحتى يضل محافظ على شكله. راح أكمل الباقي هيك. هلا هون عم بحط الصلصة. راح أضيف الجبنة الموزاريلا، ضيفي الكمية اللي بتحبيها، وبتحسني تحطي شاورما فوقها، سجق، أي شي بتحبيه، مرتديلا. أنا هون عملتها بالخضار والفطر. عم بضيف الفطر، راح أضيف فلفل ألوان،
بيعطوا لون حلو وشكل حلو، وأكيد طعم طيب. راح أزين كمان بالزيتون الأسود. هاد بلاقيه كتير طيب مع البيتزا. وهيك خلص معي. راح نشوف طريقة تانية وشكل تاني وأكيد كتير طيبة كمان. هون عملت حشيت الأطراف وكورتهم، عملتهم على شكل خلية نحل كرات. حشيتهم جبنة لافاش كيري، ممكن تحشيها كيري أو أي جبنة بدك إياه. وراح أحط خلطة البيتزا بالنص، صبايا والكرات كل وحدة أنا بزينها 20 جرام لحتى يطلع الشكل حلو وكلهم مثل بعض، ما تطلع كرة صغيرة وكرة كبيرة. بدك شي حلو بدك تتبعي هيك طرق. أهم شي الإتقان في العمل لحتى يطلع شي حلو وشي طيب كمان. راح أضيف المشروم الفطر، هون خليتهم تحت الجبنة، وفوق جبنة الموزاريلا، وفوقها كمان بحط فلفل ألوان. الطعم كلهم واحد، بس كل وحدة شكل شي، يعني غيرت بالشكل لأني الطعم واحد كل المكونات نفسها. كمان بزين بالعطون. أنا الصراحة بحب هاي أكتر الشي، لأني فيها بيتزا وفيها تحسبي كأني فطاير بالجبنة عم تاكلي. راح أدهن الأطراف حليب الكرات، لأني بدي أحط حبة بركة لحتى يلزق فيها، وأكيد الحليب بيعطيني لون حلو بالفرن. هون عم بحط حبة بركة. تعطي طعم كتير طيب للجبنة. وهيك خلصت معي. شوفوا شكلها ما أحلاه. رح نجي على الطريقة الثالثة، بيتزا عين الشمس. شكلها بيشبه دوار الشمس. رح أشيلها هاي. رح أعمل هلأ زائد وضرب. شوفوا هاي زائد وضرب. وبعملها بهالطريقة. شفتوا ما أسهلها؟ شكلها بجنن. كمان بالنص ما بخليه فاضي. كمان رح أعمل كرات محشيين جبنة بنفس طريقة هديك البيتزا. هلا راح أحط الجبنة الموزاريلا. وبكمل
بهالطريقة. هون راح احط الكرات. بزين العجينة 20 جرام، بعدها بحط فيها الجبنة اللي بالنص، كبرتها شوي لحتى تغطي. وهلأ راح ادهن كمان بالحليب، بس هدول الاطراف واللي بالنص، واحط لهم حبة بركة. راح ازين كمان بفلفل الوان. التزيين تحسني على ذوقك، بس هيك بلاقيه كمان كتير حلو. شوفوا هالالوان ما احلاها. وهيك خلصوا معي الثلاثة، لسه ما حطيتهم بالفرن، بخليهم يختمروا تقريبا 10 دقايق. بعدها بحطهم على الفرن المحمى مسبقا. بحمي الفرن وبحطهم على الرف التحت، الرف الاول. وبعدها بشعل شوي من فوق لياخدوا لون حلو. شوفوا ما احلاهم. جربوهم واعطوني رأيكم. وهيك بعد ما طلعوا معي بالفرن، لسه ما قلبتن، هلا بدي اقلبن. هدول حطيتهم مع بعض لاني حمرت الوش. وهيك خلصوا الثلاثة. والله اشتهيت الجميع عن جد، شي كتير طيب واطيب من السوق ب100 مرة، مع كاسة كولا. يا سلام. كتبولي بالتعليقات ايش رأيكم، خلينا نتشارك مع بعضنا وتكبر عيلتنا. شاركوا الفيديو مع رفقاتكم كمان، وما تنسوا تدعموا الفيديو بلايك. استنوني بوصفات جديدة رح اقدم لكم اياها كل يوم. ان شاء الله تكون عم تنال اعجابكم وعم تستفيدوا ولو حتى بفكرة. هلا رح اقسم قطعة وتشوفوا. هو الصراحة الجبنة بتمط اكتر، بس لاني عم بصور بردت شوي، بس الشكل اكتر من رائع والطعم. شوفوا سمكة العجينة كمان ابدا مو سميكة، روعة. وهي قطعة من التاني. هون العجينة عطت شوي اسمك لاني على الاطراف محشيين جبنة. كمان روعة. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اكتبولي بالتعليقات، بحبكم كتير.